تاخذ قصيدة من عبد العزيز. اختار أي قصيدة يا عبد العزيز وتوكل على الله. لا خلينا يعطينا حقة الواحد جزاه الله خير راح يخطب وشوف النموذج الجيد الحسن عندما خطب وشوف الطلبات اللي طلبها أشياء بسيطة اسمعها منه. فعطنا بعد. تفضل عبد العزيز. عطنا أنت خلاص عطنا القصيدة. يلا بكرة تجي. إذا قصيدة عن مع عبد العزيز تفضل. أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد. هذه قصيدة في اللي واحد راح يخطب بنت عمه. إيه. قال ما يده شروط بسيطة بس شوي. عمك أنا عندي لك شروط إيه. وبسيطة جدا. إيه هذه. إيه. يقول سبحان من يرزق بتوع الملايين، الرازق اللي ما يخيب الرجابة، لي عم عنده معرض للصوالين، أموت وأعرف بس من وين جابه. الشاهد إني رحت له قبل يومين في بيتها العامر ودقيت بابه. الله. قال الحب رحب عد ورد البساتين، ساتين. يا مرحبا باللي لفا يا هلابه. قلت البقاع الدنفل والرياحين، يا شيخ شمله للكرم والذرابة. قال اسلام الله يحفظك لي من العين، وامر وامر حضرتك مستجابة. قلت الصراحة طالب قرة العين، ودي تزوجني قريبتك يابا. هنا وقال اهليه والله سهلين، والكل اجل عينك ترخص رقابة. لكن ترى عندي شروط وقوانين. قلت اشرط يا حبيب الغلابة. قال اول مهر العروسة 80، غير الرسوم وغير حق العصابة بعد. والثانية عمك يبي منك 70، رسم الأبوة والنسب والقرابة. وأم العروس حقها منك 60، شانها ست الحسن والمهابة. واخوانها كل يبي منك 50. واخوانها كل يبي منك 50. عدن ونقد تندرج في حسابه. وخواتهن الخمس عطهن 30 عشان تتوسع. عشان تتوثق عروق النسابة، وتجيب طق معيار 21. وخاتم من الماس المصفى ترابة، وكياس متروسة كعوب وفساتين، ألوانها واشكالها ما تشابه. وموتر بسواقه وفي اللهب دورين، أثاثها من بطتين حكابة. وتحجل لنا قاعة بقصر السلاطين، وتعزم بها كل الربع والرفاقة. هذه الشروط اللي على البال ذا الحين، حاول تذكرني اللي ما حسبنا حسابه. يبغى يذكر عاد. والله انتم وش بقى؟ صح لسانك عبد العزيز. صح لسانك. طيب قلت اذكر الله يا عدو المساكين، واستغفر الله لا يبتليك بعذابه. الظاهر انك ما انت عارف انا مين. انا لو ارقى فوق متن السحابه ما جبت حتى نصف درز مواعين. اضحك بكيفك واعتبرها دعابه. شروطكم هذه شروط المجانين، شروطكم هم وغم وكآبة. شروطكم والله سيوف وسكاكين، تذبح بنات المجتمع مع شبابه. وين الرضا والعطف واليسر واللين اللي ذكرها الله في معظم كتابه؟ وين الصفات اللي أمرنا بها الدين؟ وين اختفى نهج النبي والصحابة؟ يا عم جعل اللي خلقنا من الطين يرد لك عقلك من خطاه لصوابه، ويجعل نصيبي عند غيرك قلامين، ويحسن جد الصابر ويجزل ثوابه. قال انت لو فكرت تفكير صاحين ما شفت في مجمل شروطي غرابة. الناس تسعى للرتب والنياشين، وانت اهتمامك بالشعر والكتابة. والكتابة يا ابوك لا تسمع كلام المصاخين، واسمع كلام مجرب عاش في وسط غابة. قلت الله اكبر يا محرر فلسطين، من يسمعك يقول ذي بالذيابة. تراك شايب راس مالك ريالين، والبنت ما تسوى جناح الذبابة. قال انقلع مالت على وجهك الشين، لا عاد اشوفك عندنا يا زلابة. قلت ابشر ابشر لكن الباب مو وين، وقفت من عنده على صوت بابه. صح لسانك. اذكر والله. ما شاء الله تبارك الله. نقول مشاهدينا الكرام اذا راى احدكم ما يعجبه فليقول ما شاء الله.